السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم وصفة ديال البطاطا في الفران معمرة بالخضرة، كتجي لذيذة وكتوجد في ساع، يعني كتجي معلكة كيف ما كتشوفوا في الفيديو، كتجي غزالة الصراحة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك بالقناة اللي ما مشتركش في القناة باش يبقى يتوصل بكل جديد. وشكرا لكم على الدعم، ونمر على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي هنا بطاطا صغيرة اللي سلقتها من قبل مع الملح، يعني تاخدوا الحبات ديال البطاطا على حسب المول. انا خديت 12 حبة. خديت هنا 100 غرام ديال الفخوماج غابي، خديت هنا الابزار او الفلفل الاسود، خديت هنا الملح، وخديت هنا زيت الزيتون، وخديت هنا لي طوماط سوريز اللي قطعتهم على جوج، وخديت هنا واحد الحبه ديال الفلفله حمراء اللي صوتيتها مع شويه زيت الزيتون وحيدت لها ديك القشره ديالها. خديت هنا الموتزاريلا قطعتها طريفات، خديت هنا البروكولي اللي صوتيته حتى هو مع شويه زيت الزيتون والملح والابزار من قبل، وخديت الاوريغانو اولا الزعتر اللي توفر عندكم. غناخذ هنا المول غندهنو بالزيت اولا الزبده اللي توفر لكم، غندهنو مزيان باش ما تلصقش لينا البطاطا صافي. وغنستف هذوك الحبات ديال البطاطا في المول، وغادا نضغط عليهم هنا بواحد الكاس، يعني نكرازيهم هكا باش نقدروا نعمروهم صافي. من بعد ما ضغطت عليهم كاملين غادا نضيف لهم هنا شويه ديال زيت الزيتون، يعني كل حبه نضيف عليها شويه زيت الزيتون، ونضيف هنا شويه الملح، نضيف الابزار الاسود او الفلفل الاسود عفوا، غنضيف هنا شويه ديال الاوريغانو اولا الزعتر، غنضيف هنا البروكولي اللي صوتيته من قبل، غنضيف الفلفله اللي شويتها اللي صوتيتها كيف ما تقدروا حتى تشويوها وتقطعوها هكا على حسب على شكل شرائح، على شكل مستطيلات هكا. ونضيف هنا لي طوماط سوريز اللي قطعتهم على جوج، ونضيف الموتزاريلا طريفات ديال الموتزاريلا كيف ما تقدروا. عوض الموتزاريلا تقدروا تضيفوا حتى البيشاميل اولا لا كريم فريش هذيك ديال الطبخ. وغنضيف هنا الفخوماج غابي صافي. هنا كان من بعد ما كنضيف الفخوماج كنكون شاعله الفران كيسخن على 200 درجه، كندخلهم حتى كيتحمروا ويبان لي بان داك الفرماج داب وطابو تقريبا واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه صافي. وكنخرج البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله الصراحه في المنظر وكتجي لذيذه. يعني كنحيدوها بكل سهوله، تقدروا تقدموها مع يعني العشاء او الغداء الوليدات، كتجي غزاله الصراحه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وبالصحه والراحه.